إخواني وأخواتي، من الأمور المهمة في هذه الحياة الدنيا أن نعلم شيئا مهما يسعدنا في ديننا ودنيانا ويقربنا إلى الله زلفى، ألا وهو من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما أجمل تلك الكلمات وما أجمل تلك العبارات. جاء في الحديث الذي رواه أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. وهذا الحديث العظيم له عبارات جميلة، وهو خطاب لنا جميعا، للرجال وللنساء. إنك لن تدع شيئا، وهذا اللفظ عام يشمل كل شيء يتركه الإنسان ابتغاء وجه الله. نعم، أنا امرأة عندي صور ما أجمل أن أحرقها، أنا رجل أدخن، ما أجمل أن أترك الدخان لأجل الله، أنا شاب أتعامل مع الربا، ما أجمل أن أترك الربا لأجل الله، أنا فتاة في جهاز جوالي صور خليعة أبغى أتركها لأجل الله. سبحان الله، إن الترك هذا إخواني أخواتي الذي يكون ابتغاء مرضات الله، لا خوف من سلطان، لا خوف من شرطة، لا خوف من قريب أو بعيد، وإنما هو حياء من الله. ما النتيجة؟ تلك الجملة العظيمة في بيان الجزاء الذي يناله من قام بذاك الشرط، الذي هو من ترك شيئا لله. التعويض سيبدله الله عز وجل أفضل مما ترك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما هاجروا تركوا ديارهم وأموالهم، فعوضهم الله بأن جعلهم قادة للدنيا وحكام الأرض، وفتحوا الأمصار، فتحوا خزائن كسرى وقيصر، ومكنهم الله من رقاب الملوك والجبابرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا نبي الله أيضا يوسف عليه السلام عرضت عليه المغريات في أرقى صورها فاستعصم وقال: إني أخاف الله، أوذي، سجن، طرد. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. النتيجة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الله عز وجل ما ضيعه. لماذا؟ لأنه دائما كان يخاف الله، يترك الأشياء. يا أيها الشباب، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، ولا تظنون أن الطريق إلى الجنة معبد بالزهور والورود. فتن وبلايا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الدنيا دار ابتلاء، والآخرة هي المقر والمستقر. أروا الله من أنفسكم، فكروا، انظروا في أجهزتكم، انظروا في أموالكم، انظروا في بيوتكم، انظروا في تعاملاتكم، انظروا في كل تصرفاتكم. هل أنا وفق ما يريد الله عز وجل؟ أضع حظ الشيطان تحت قدمي وأترك حظوظ النفس وحظوظ الهوى وأترك الأشياء لله. قل أنا أفعل ذاك لله. النتيجة تجد الإيمان، تجد الراحة، تجد السعادة، الطمأنينة. والله أنك في سعادة لو علم بها الملوك وأبنائهم لجلدوك عليها بالسيوف. جربها وسوف ترى. وقل: يا رب أعني على نفسي، يا رب لا تتركني، يا رب يسر الأمر لي. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من أحب الخلق إليك، وكره إلينا المعصية، واجعل ما نفعله لك يا ظلم